الفيلم بيبدأ براجل اسمه رايان لسه واصل مطار في دولة من دول أمريكا اللاتينية، بيحاول يلاقي تاكسي يوصله لمكانه، بس السواقين بيرفضوا عشان هو عارض أجرة قليلة جدا. بعدها رايان بيبدأ يمشي وبيشوف سواق تاني كان متبعت مخصوص علشان ياخده، وفي الطريق السواق بيديله جواب من واحد اسمه جاك. في الجواب جاك بيقوله إنه مش هيقدر يقابله عشان وراه شغل ولازم يخلصه، وكمان بيديله كود الدخول للبيت بتاعه علشان يدخل ويستريح. ولما رايان بيوصل بيتفاجئ ببيت جاك واللي كان ضخم وجميل جدا رغم إنه موجود في نص الغابة. وبعد ما دخل بيستكشف البيت وبيلاقي زجاجة نبيذ أحمر ويبدأ يطبخ وهو مستني جاك. وبعد شوية بيسمع صوت عربية فبيطلع يستقبله، وأول ما بيشوفوا بعض بيرحبوا ببعض جدا. وبيطلع إن جاك صديق قديم لراين وما شافوش بعض بقالهم 12 سنة، وبيقعدوا يتكلموا كلام عميق عن حياتهم. وفي الآخر بنعرف إن الاتنين طباخين وكانوا أخدوا كورس طبخ مع بعض في الثانوية. وراين بيقول له إن طول عمره شغال في مطعم على الطريق وبياخد الحد الأدنى للأجور، بينما جاك شغال في وكالة بتقدم خدمات تموين وحفلات. البيت اللي هم فيه متأجر من الوكالة دي علشان عشاء كبير هيتعمل الليلة اللي بعدها، وجاك هو الشيف الرئيسي للمناسبة. غير تحضير المكونات والمنيو، جاك بيقول لريان إنه مرتبه أعلى بكتير من الحد الأدنى للأجور، لأنه بيشتغل مع زباين في منتهى الثراء جايين من كل أنحاء العالم. تاني يوم جاك بياخد ريان يلف بيه في بلدة صغيرة بعربية قديمة كلاسيك لسه شاريها، وبيقفوا عند مطعم صغير، وهناك بيقابلوا بنت شابة اسمها أليس. كانت شغالة في شركة بس سابت الشغل ودلوقتي ناوية تلف العالم بالفلوس اللي حوشتها. جاك وريان بيقولوا لها إنهم شيفات وصحاب من أيام مدرسة الطهي. أليس بتحب تعرف مين فيهم طبخه أحسن، فجاك بيعزمها على بيته وبيقترح إن هو وريان يعملوا مسابقة طبخ علشان يعجبوها. أليس بتفضل أكل ريان، وده بيثبت إنه أشطر من جاك في الطبخ، رغم إن جاك بيقبض 100 ضعف الحد الأدنى للأجور. وبعد الأكل والعوم سوا بيتكلموا عن ساعة جاك واللي وراها قصة خاصة. الساعة دي كانت بتاعة ريان وخسرها قدام جاك في رهان من حوالي 15 سنة. وبعد الكلام ده أليس وجاك بيقرروا يناموا، بس ريان بيفضل لوحده وهو سرحان وبيفكر في الوجبة اللي لسه عاملها. وتاني يوم ريان بتوصله رسالة من راجل اسمه رابت بيطارده علشان ديونه، وبيبان إن ريان غير إنه كان عايز يشوف جاك تاني، كان كمان مسافر علشان يهرب من الدائنين وتجار السلفة اللي كانوا راعبينه كل يوم. وبعد شوية جاك بيرجع البيت بعد ما وصل أليس لفندقها، وكان عايز يخرج تاني عشان لسه وراه شغل تاني يعمله. وبعد ما بيمشي ريان بيفتح لابتوب جاك في السر واللي كان لسه شغال، وبيشوف إن رصيد جاك في البنك 17 مليون نتيجة شغله كشيف لزبائن أغنياء جدا. في نفس الليلة جاك بيرجع البيت وبيفضفض لريان عن حياته واللي هو شايفها كعيسى رغم كل الفلوس اللي معاه. ريان كان ناوي يحكي له عن مشاكله مع اللي بيطالبوه بالديون ويطلب منه سلفة، بس لما بيشوف الحزن على وش جاك بيقرر يأجل الطلب ويستنى وقت أنسب. تاني يوم الصبح ريان بيتصدم لما بيكتشف إن جاك أنهى حياته، وبدل ما يتصل بالبوليس ريان بيقعد يفكر في ديونه، وفي الآخر بيقرر يستخدم الفلوس اللي في حساب جاك علشان يسددها. وعلشان يعمل كده بيخبي جثة جاك لأنه ما يعرفش الرقم السري للحساب، ومضطر يروح البنك بنفسه ويطلب بطاقة هوية مزورة أونلاين باسم جاك لكن بصورته هو، والمفروض توصل بعد كام يوم. وفي نفس اليوم ريان بتوصله رسالة تانية من المرابي، والمرة دي بيبعت له صورة أمه وبيهدده إنه هيأذي أمه لو ما دفعش الدين. بتحت الضغط ريان بيوعده يدفع 50,000 دولار وبيطلب مهلة أسبوع كمان. ومع التفكير ده ريان بيبقى أكثر إصراراً إنه يجيب الفلوس. وفي نفس الليلة بيتخلص من جثة جاك في بحيرة قريبة. وتاني يوم لما ريان بيروح المطعم اللي كان فيه اليوم اللي فات، المرابي بيتواصل معاه تاني وبيهدده إنه هيقتل أمه لو ما دفعش في نفس الليلة. ريان بيترعب وبيترجاه يلتزم بالاتفاق اللي بينهم، لكن المرابي ما بيصدقوش وبيقوله إنه هيجي البيت الليلة. ولما ريان بيرجع البيت بيلاقي عربية راكنة فعلا في الجنينة، وبيقابل شخصين اسمهم إيموجين وإيموجان، وبيبان إنهم ما يعرفوش شكل جاك الحقيقي فبيغلطوا وبيفتكروا ريان هو جاك. ولما بيسألوه عن التحضيرات والمنيو ريان بيرد بهدوء مستغل إنه شاف هو كمان،
وبيشوف فرصة إنه يخلص ديونه لما بيطلب جزء من الفلوس مقدما. وفي الآخر ريان بيحس براحة كبيرة بعد ما ديونه اتسددت وأمه بقت في أمان. لكن المشكلة إنه دلوقتي مضطر يتظاهر إنه جاك ويتحمل كل المسؤوليات كشيف. في الأول ريان ما كانش قلقان من المنيو المطلوب، لكن لما بيطلبوا منه يطبخ لحم بشري ويختار إنسان يطبخه، ريان بيتصدم تماما وبيتلخبط. ساعتها بيكتشف إن الوكالة دي في الحقيقة منظمة سرية بتقدم أكلات من لحم البشر لزبائن في منتهى الثراء، ولو الحفلة فشلت أو الأكل ما عجبش الضيوف وخيب أملهم، ريان كان هيقتل في نفس الليلة. إيموجين اللي بدأت تشك في تصرفات ريان بتمنعه من الهروب، وبتبلغه إن ضيوف اليوم اللي بعده ناس في منتهى الغنى ومستعدين يدفعوا 500 ألف دولار مقابل عشاء واحد بس. وبيتضح إن عندهم شبكة عالمية ضخمة، فلو ريان حاول يهرب حياته هتكون في خطر كبير. وفي الآخر بيتكشف إن سبب انتحار جاك فهو إنه ما قدرش يتحمل يكون متورط أو محبوس في الشغلانة دي. وتاني يوم الصبح موريس بيصحي ريان وبياخده للكنيسة اللي كانوا زاروها اليوم اللي فات، وهناك بيركزوا نظرهم على بنت صغيرة واقفة مع جدتها، وبيقرروا يمشوا وراهم لحد كوبري. لكن موريس وريان بيضيعوا الست لما بتدخل زقاق، وبعد شوية بيقابلوا شاب صغير شغال في تصليح الكاوتش. الشاب بيسألهم هم بيعملوا إيه هناك، ولما موريس بيشوف إنه شاب صغير وصحته كويسة بيقرر يخليه الهدف الجديد. موريس بيمثل إن عربيته بايظة وبيعرض على عامل الكاوتش فلوس علشان يبص تحت العربية. وفي اللحظة اللي موريس كان بيضرب فيها عامل الكاوتش بتظهر البنت الصغيرة وجدتها تاني، والمرة دي معاهم ضابط شرطة محلي. والضابط بيقرب منهم وبيسأل موريس وريان ليه كانوا ماشيين ورا البنت. موريس بخبرته الطويلة وشغله سنين مع الوكالة كان مجهز حجة للنوع ده من المواقف، وبيمثل إنه مندوب لشركة كبيرة بتفحص المكان علشان تبني فندق، وبيطلع كارت شغل مقنع جدا. ولما بيرجعوا البيت إيموجين بتسألهم ليه جابوا جثة واحدة بس. موريس بيشرح لها إنه اضطر يدي كارت الشغل بتاعه لضابط الشرطة اللي قرب منهم. ولما سمعت إيموجين الكلام ده فهمت الموقف على طول، وخدوا جثة عامل الكاوتش ونزلوها البدروم، وهناك أمرت ريان يجهز المكونات عشان يطبخ. ريان نفذ الكلام وهو مجبر، وكان بيحاول على قد ما يقدر إنه ما يلفتش النظر أو يثير أي شكوك. لكن إيموجين ضغطت عليه أكتر وقالت له إنه لازم يقطع لسان الراجل لأن الزبون طالب طبق مخصوص بيحتاج الجزء ده من الجسم. وبعد شوية ريان خلص تقطيع أجزاء الجثة. موريس نزل البدروم وساعد ريان في تجهيز المكونات. ريان ما كانش مصدق نفسه ولا مصدق اللي عمله، كان بيفكر إنه لو كان كلم البوليس وقت ما جاك انتحر ما كانش كل ده حصل. فكر يهرب تاني باستخدام عربية جاك، وفعلا ساقها وطلع بيها كام متر بعيد عن البيت، بس داس بالغلط على الجنينة. لما موريس وصل ريان ادعى إن الفرامل خانته، بس موريس ما كانش سهل يضحك عليه، وفي الآخر ريان اعترف إنه كان عايز يهرب. الغريب إن موريس ما تعصبش ولا بلغ إيموجين، بالعكس حذره إنه ما يفكرش في الهروب تاني، وفهمه إن مفيش حد عرف يهرب من الوكالة قبل كده. شرح له إن شبكتهم واسعة جدا وموجودة في كل حتة في العالم، ويقدروا يوصلوا لأي حد حتى ريان نفسه. بعد الكلام ده ريان فهم إنه ملوش مهرب وقرر يكمل. ريان رجع المطبخ جهز أدواته وبلغ إيموجين بمنيو العشاء، ومع دخول الليل الضيوف بدأوا يوصلوا واحد ورا التاني، وموريس هو اللي كان بيستقبلهم. لكن وسط الزحمة والتحضيرات إيموجين جالها خبر إن في ضابطين شرطة على الباب، وعشان ما تبينش إن في حاجة غلط سمحت لهم يدخلوا. الضباط كانوا المحقق رويز والضابط جالو، نفس الاتنين اللي موريس وريان شافوهم الصبح، بس موريس ما كانش موجود وقتها. المحقق طلع صورة من جيبه وقال إنه بيدور على الشخص اللي فيها لأنه ابن أخوه. الشخص ده طلع هو نفسه عامل الكاوتش اللي اتقتل، وبحسب معلومات الشرطة موريس وريان كانوا موجودين في المكان وقت ما الشاب ده اختفى. المحقق سأل عن ريان وطلب يقابله. لما خدوه المطبخ المحقق سأل ريان لو شاف عامل الكاوتش، فريان رد وقال إنه مش فاكر. إيموجين اتدخلت بسرعة وقالت إن ريان مهندس معماري شغال معاها في شركتها للاستثمار العقاري. المحقق طلب يشوف تفصيلي مبدئي وقائمة بالمواد اللي هيستخدموها في بناء الفندق الوهمي ده. إجابات ريان كانت عايمة ومش مقنعة، وده خلى المحقق يشك أكتر، فقرر يفضل موجود شوية عشان يقابل موريس. إيموجين لما لاحظت توتر ريان حاولت تلم الموضوع وعزمت الضباط على شوربة لحمة،
ومن غير ما حد يعرف الشوربة كانت معمولة من لحم عامل الكاوتش اللي بيدوروا عليه. المحقق استمتع بالشوربة جدا وهو مش عارف إنه بياكل لحم ابن أخوه، وسألهم عن نوع اللحمة لأن طعمها كان مميز ولذيذ جدا. ريان رد وقال إنها خليط بين خنزير وضاني. المحقق طلب يستخدم التليفون في ركن الأوضة وبدأ يسأل ريان أسئلة عن الهندسة المعمارية. ريان كان باين عليه الارتباك التام ومش قادر يسيطر على أعصابه، بس لحسن الحظ صوت وصول ضيوف جداد شتت انتباه الكل. قبل ما يستقبلوا الضيوف إيموجين هزقت ريان عشان ما التزمش بالسيناريو صح. بعدها إيموجين قابلت المحقق اللي كان بيستجوب موريس بذكاء، بس موريس عارف يضلله بحججه الجاهزة. وقبل ما يمشي المحقق ودع الضيوف وواحد ياباني عزمه على العشاء، بس الضابط جاله قرر يمشي عشان وراه ميعاد تاني. بعد شوية موريس بلغ إيموجين إن في ضيفة غير متوقعة عايزة تقابل جاك. الضيفة طلعت أليس اللي كانت بتخرج مع جاك قبل كده. إيموجين سمحت لها تستنى على أمل إنها تمشي بسرعة. ريان اتفاجئ بوجودها وما كانش متوقع يشوفها في وقت زي ده. وهي بتتفرج على ريان وهو بيطبخ سألته عن جاك وليه مش في المطبخ، ولما لمحت الساعة اللي في إيد ريان شكت فورا وقررت تمشي بسرعة. في نفس الوقت واحد من الضيوف طلب يقابل جاك عشان يشكره على الأكل، وطلب حلو مخصوص يكون باللسان. ريان رجع المطبخ يجهز الطلب، بس اتصدم لما لقى إن لسان عامل الكاوتش كان مصاب بالهربس، ما كانش ينفع يتقدمه وكان لازم يتصرفوا في لسان تاني بسرعة. في اللحظة دي أليس رجعت وقالت إن عربيتها عطلت ومحتاجة تاكسي. ريان قدم للضيوف ساشيمي اللسان، وطبعا مفهوم كان لسان مين. بهدوء ريان بعت رسالة للمحقق وطلب يقابله في الحمام، وهناك اعترف له إن اللحمة اللي أكلوها كانت جثة عامل الكاوتش. المحقق اتصدم وجاله غثيان ورجع أول ما عرف الحقيقة، وبعدها حطوا خطة سوا. المحقق ودع الكل كأنه ماشي، بس في الحقيقة نزل يقابل ريان في البدروم. أول ما دخل اتصدم من اللي شافه وحاول يكلم الشرطة، بس موبايله كان بيشحن جوه البيت. ومع إن ريان كان معاه الموبايل، المحقق من كتر الرعب ما كانش فاكر أرقام زمايله، فكان لازم يرجعوا الموبايل. والمحقق مستني في البدروم. ريان طلع يدور على التليفون، وفي الوقت اللي الضيوف كانوا بيستعدوا يمشوا موريس بدأ يشك في تحركات ريان. نزل البدروم ولقى المحقق هناك، ومن غير تردد قتله بمنشار كهرباء. لما ريان رجع لقى المحقق مقتول وغرقان في دمه جنب جثة أليس. ورغم إن ريان حاول يكشف الحقيقة، موريس اتصرف ببرود تام وطلب منه ينظف المكان. بعد الحفلة ريان شاف إيموجين وهي بتكتب إيميلات وتألف قصص عن موت الضحايا. سألها إزاي قادرة تعمل كده وهي مبتسمة. قالت له إنها اتعودت وإن الوكالة محترفة جدا في التعامل مع الأمور دي. تاني يوم الصبح ريان ما كانش عارف ينام من كتر التأنيب والخيالات اللي في دماغه. إيموجين بلغته إن في طلبات كتير جات من عملاء مبسوطين، وإن المكتب الرئيسي رشحه يكون الشيف في حفلة تانية أكبر بمرتب خيالي لصفوة المجتمع. إيموجين حولت لريان باقي حسابه مبلغ معدي ال4 مليون، وقالت له إن الحفلة الجاية في أفريقيا. فجأة موريس حقن ريان في رقبته بجهاز يخلي الوكالة تراقبه وتتحكم في تحركاته في أي مكان في العالم. ريان استسلم للأمر الواقع وسافر على لندن مع نفس السواق اللي جابه في الأول. في الوقت ده موريس كان بيمسح كل الأدلة وحرق عربيات جاك وأليس في المطار. وفي المطار ريان قابل راجل حكاله قصته وإنه بيشتكي من شغله ومرتبه القليل، وكان بيحسد ريان على نجاحه ومرتبه ومكانه. اللي الراجل ما كانش يعرفه إن ريان مش مستمتع بأي حاجة وما كانش راضي عن الطريق المظلم اللي دخل فيه. وبكده الفيلم بيخلص وريان محبوس في حياة الرفاهية، بس حياة مليانة ذنب وخوف ضاعت منه ومش هيقدر يرجعها تاني أبداً. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.